عارفين ليه؟ لان قيمتكم كبيره جدا هنا النهارده. طبعا قبل ما جايكم هنا وصلت في حاله من الملل. ففي شخصين، شخص سامح المصري الشاعر وشخص سامح البني ادم. فسامح الشاعر كلم سامح البني ادم بيقول له مالك؟ فرد عليه وقال له ما تسالنيش على حالي، غروب الشمس جاي غروب الشمس جاي وبعده جاي سواد ليه؟ ما تسألنيش، ولو ناوي تكررها هرد اقول وانا مالي. انا حالي ماهوش حالي. ما تطلبنيش اكون تاني. انا اطرش ما بسمعش، وحتى دماغي مقفوله ما بفهمش. ولو عايز اكون اعمى هكون اعمى. ولو ناوي تكررها هقول لك برضه ما تشوفش وبس. خلاص هتسألني عن الثورة وعن الثوار، هرد اقول انا وانت بنتبخر. مفيش ثورة، مفيش ثوار، مفيش احرار. هتسألني عن الثورة هرد اقول انا وانت بنتبخر. مفيش ثورة، مفيش ثوار، مفيش احرار. انا اسف هكون سلبي، هكون عايش انا وحدي. ما تسألنيش على حالي، ولو ناوي تكررها هرد اقول وانا مالي. ولو عايزني اتكلم تعد معاي في كام فرعون بيتسابق على الكرسي بيتنافس يكون حسني. هنرجع تاني للماضي ويصبح حالي من حالي ويتكحل سواد ليلي. وتيجي في يوم وتحكيلي وتشكيلي وتبكيلي، هرد اقول انا وانت بنتبخر. مفيش ثورة، مفيش ثوار، مفيش احرار، يبح خلاص. لكن لو عايز يكون الحكم للثوار نصلي وندعي للرحمن، ونيتنا تكون صافية، قضيتنا تكون وحدة. هنتكاتف ونتعالج ونتثابت على الاشطر ونتعاهد نكون اشطر. ساعتها لما تسألني على حالي هرد اقول انا شايفك، انا سمعك، انا اسف باني كتبت على الثورة وعلى الثوار بنتبخر. شكرا لكم.